ويروح مهوهو. دي ثالث مره عيد الحلقه. اول مره نسيت الاضاءه دي، ثاني مره نسيت الاضاءه دي. حاسس ان انا بعمل اكتر حاجه محرجه في الدنيا. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. اهلا بيك في الحلقه الاولى من كلام منطقي. خلينا متفقين ان كل حاجه في وقتها كانت حلوه، ولكن لازم نؤمن بالتطور. يعني انا ما بفهمش الناس اللي بتبقى متعلقه بحقبه معينه من الزمن ومقتنعه تماما ان ده احسن عصر عدى على البشريه. يعني مثلا الراجل الكبير اللي بيقول لك هو تمثيل دلوقتي يعني تبقى قله ادب. زمان كاتب شوف يا سمير غانم ولا محمد صبحي، الكوميديا كانت زمان يعني كان يضحكك بادب. كانت النكته ما تخدش الحياه، واخد بالك؟ كانت النكته ما تخدش الحياه. تروح تبص على الممثلين زمان تلاقي نصهم لبس ستات في مسرحيات، حتى مش قدام كاميرا، قدام الناس. ووحيد سيف مثلا كان بيرمي الافيه اللي هو انت ايه يا ابني ويروح مهوهو. ما اعتقدش ان دي حاجه انت المفروض تكون فخور انك عصرتها تماما. نفس المشكله برضو مع الشاب التلاتيني، مشروع الرابر الفاشل، الموهبه اللي عمرها ما شافت نور، الموهبه اللي دفنها دراسه الهندسه والمغيبات اللي بتتوزع في سراكل الكوربه. يقول لك يا مان كل الشباب اللي بتراب دلوقتي، تلاقي عنده السكسوكه دي كده يقول لك كل الشباب اللي بتراب دلوقتي دي اوتو تون وبتاع. انت ما شفتش انت زمان يا معلم؟ زمان ده اولد سكول ريل راب، حاجات انجلش. تيجي تبص برضو على الايرا اللي هو بيتكلم عليها دي، تلاقي ام سي امين بيقلد السلانج الانجليش بتاعت بره، وعطوه جاست بيعطوه. يعني انت روحوا اتفرجوا على عطوه. عطوه ده حاجه غريبه جدا. عطوه ده انا مش قادر لحد النهارده افهمه. انا ممكن اعمل عنه حلقه لوحده. دلوقتي عندنا جيل كويس قوي بيعمل مزيكا فعلا حلوه لو هتتكلم في الجانر بتاعت الراب. يعني عندك مروان موسى، ابي يوسف، ارسنك، سانتا، كريم اسامه، ليجاسي، وعندك بروديوسرز تقال. طبعا لو تلاحظ انا ما قلتش اسمه ويجز، وده لانه من ساعه خلاص ما سافر عاش بره ودرج تدريجه بتوقع الوش واستحمى وتعالج من مشاكله النفسيه وخلاص الولد ما بقاش عاجبني. برضو مروان بابلو، عارف ليه؟ هو ده السبب ان هو راسم بيرسونا معينه ساعدته عليها بنات الطبقه الاعلى. قاعد مع انس بوخش بيقول له انا مسكت الفلوس كده ومستني اتبسط، ما اتبسطتش. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز اتبسط. ما تجرب تصرف فلوس يا مروان وما تتعبناش. محدش في الدنيا يعني بيعمل اي كونتاكت مع الفلوس. هتعمل عقلك بقى على شويه ورق يا راجل. وانا مقدر عموما قوي شعور انس في اللحظه دي، لانه عنده رباط صليبي وربنا ما يوريك الم الركبه، يعني مميت. وكان مروان بابلو مستنيه طبعا ان هو يركع على ركبتيه ويجثو احتراما وتقديرا لحكمه الفنان. بس على الاقل يعني ده راجل بيعمل منتج، بيعمل مزيكا حلوه، راجل مشهور، راجل في ناس بتحبه. يعني مع مبرر مثلا لو انا بعت له وما ردش عليا. لكن انت يومك بيمشي في سعاده تامه لو بس حد من شارعك رد لك السلام. عندك 48 فولور، 12 كونتاكت على واتساب. انت اللي عايزني، انت اللي خدت رقمي وقلت لي انا عايزك، بس انا عايزك في موضوع مهم، ممكن تبعت لي؟ بعت لك وما ردتش عليا. قابلتني بعديها قلت لي معلش يا معلم انا سقطتك، والله انا اسف يعني سقطتك. مسكت المسج كده وقعدت انط من على السرير. سقطتك؟ قال يعني انت كده ما قلتليش نسيتك؟ قال يعني انت كده شخص محترم يا مهمش. يالا ده انت بتاع الكشك بياخد منك الفلوس وما بيهونش عليه يديك بيها سلعه، بيستهفئك ويمشيك. بس عامه بتاع الكشك ده حد غريب. يعني انا مره كنت في كشك وداخل على الراجل واخد حاجه وما اعرفش سعرها بجد، يعني كان بالنسبه لي رقم مجهول. بطوله يوسف الشريف، اخراج احمد نادر جلال، تاليف عمرو سمير عاطف، يعني احد روائع الدراما. بالمناسبه انا كنت مع راجل من قريب كان بيحكي لي ان هو شغال في السينما، يعني ان هو اشتغل في مشروع تخرج احمد نادر جلال. مش عارف ليه بحكي حاجه زي كده يعني، بس حسيت ان انا عايز اقولها. يعني كان حاجه ما اعرفش سعرها. فلقيت الراجل بيبص لي كده، هيقول حكمه دلوقتي، بيبص لي كده بيضحك كده. قلت له يا ريس كام؟ قال لي انت اسمك ايه؟ مش عارف ليه خدني في الموضوع ده وانا رحت معاه. قلت له فادي. قال لي وانا كمان. قلت له يا راجل. قال لي مش انت جاي تهزر؟ قلت له يا عم بكلمك جد، ده شكل واحد يهزر. قال لي ايوه مش انت بتاع كلام منطقي؟ وفي الاخر قال لي الحساب. طب يعني انا مش فاهم هو ليه بيعمل كده من الاول. الكاريزما الحقيقي ما بيضيعش وقت زي النوع التاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي، الفيك بيزنس مان، صاحب مجموعه شركات الهلال والسجم. مره فجاه لقيت نفسي قاعد مع واحد فيهم. الموضوع ابتدى لما ببص لقيت واحد من دفعتي في المدرسه بعت لي على ماسنجر، ودي كانت حاجه غريبه يعني ان هو يبعت لي، والاغرب ان هو بيستخدم ماسنجر يعني. بس لقيت الراجل بعت لي واحنا ما كناش صحاب عمرنا. قال لي ما تبعت رقمك عشان الارقام اتمسحت من عندي. انا عارف ان هو كداب بيشتغلني وعايزني في حاجه. ماشي، بعت له رقمي، لقيته بيبعت لي واتساب بيقول لي ايه بقى دخلت ايه؟ قلت له طب اسنان. قال لي جامد. طيب ما بتشتغلش؟ قلت له لا يا صلاح يا ابو المجد معلش ما بشتغلش، كليتي 5 ايام وبرجع اخر اليوم، فيا دوب بلحق يعني اذاكر شويه وهنام. قال لي طب واللي يجيب لك شغل من غير شيفت؟ قلت له لا. قال لي اسمع بس. قلت له يا ريس انا مش محتاج، الحمد لله انا تمام ومش فاضي. قال لي مش فاضي ايه يا راجل؟ ده هو ميتنج ساعه واحده وهيغير حياتك، مش قادر تفضي نفسك ساعه؟ طبعا انا سمعت الجمله قلت ايه ده؟
انا هغير حياتي بجد ولا ايه؟ رحت رايح مغير هدومي. بابا انا هنزل اعمل فلوس، اعمل لك معايا؟ عيب اللي انت بتقوله ده، انت كبير، هات فلوس انزل اعمل فلوس. لا ماشي. رحت له، وكان الكافيه جنب الجيم اللي انا كنت بتمرن فيه وقتها، كان في مصر الجديده. اللي يعرفني يعرف ان انا بحب الراحه، فزي ما عملت كده دلوقتي. انا كنت بروح الجيم بشبشب زي ده، اوصل الجيم اروح لابس الكوتشي، اتمرن، اخلص، اخد دش واروح بالشبشب. فانا كنت رايح له بالشبشب، فقال لي شبشب هتموتني. وهو اصلا كان لابس بنطلون، يعني عارف البنطلون اللي هو مش مقطع، هو انت مشتري بنطلون عادي وهو اتقطع منك في ركبته فانت بتعتبره مقطع. الموضوع ده حصل معاه بقى، هو في اعدادي، هو كان لابس البنطلون من ساعتها لحد النهارده، يعني كان راكور. قال لي دقيقه بس اروح اجيب حاجه وارجع له. رايح جايب سجاير فرط النتن. اتفضل. لا ما بدخنش. ازاي؟ اخلص. ايه بقى دخلت ايه؟ اسنان. جامد. بس انا بستغرب بقى الناس اللي بتدخل الكليه عشان اهلها، مش بفهمهم. بس هنعمل ايه بقى؟ الدنيا ايه الشغل اللي ايه يا عم؟ انت مش عايز تقعد معايا ولا ايه؟ انا مش عارف هو مين فهمه ان احنا اعز اصحابي يعني عشان يبتزني عاطفيا. لا مش عايز اقعد معاك. قلت له خلصني بس انا عندي مشوار وبتاع ويعني متاخر. فقال لي طيب ممكن اجيب حد من التيم يقعد معانا. انا اصلا قاعد وعارف ان هو نصاب، يعني انا رحت بس عشان اسكته، وبصراحه كنت رايح العب. قلت اللي هو يلا يعني اما اشوف اخره فين. كنت حاسس ان الحوار الممتع ده هيطلع بماتيريال ومش عارف استخدمه فين. عرفت النهارده يعني هستخدمه في البرنامج، بس الكلام ده كان من سنتين مثلا. دخل جاب لي واحد صاحبه، قال لي ممكن نقعد مع بعض شويه. قلت له اتفضل. قال لي انا صاحب. قلت له اهلا بيك. قال لي انت عارف احنا واحنا بنختار التيم بتاعنا بنختار بعنايه، يعني مش اي حد كده وخلاص يبوظ لنا التيم. اقول له انا عايز اجيب فيراري وهو يقول لي ايوه وانا هجيب بورش، فده غلب في دماغهم يعني ده ربنا يعينهم. يعني انا حاسس ان انا غلطان اصلا، يعني حاسس ان انا بعمل حاجه غلط دلوقتي، انا بهزر عليهم دلوقتي في حالتهم دي. ربنا يتولاهم يعني كلهم حاله خاصه. طه دسوقي بدا بقى يتكلم في البرزنتيشن اللي هو محضرها على كشكول ورق، بيكتب كده الكلام، حتى هو مش كاتب مسبقا، هو بيكتب وهو بيتكلم معايا. قال لي احنا اكاديمي، احنا بادئين من 2020 بندي كورس في ولا حاجه. يعني هو بيدي كورس يعلمك ازاي تبيع كورس لواحد تاني، هو كله بيبيع. امال مين اللي لابس؟ هو فين بابا؟ المهم انا ما عجبنيش الكلام وقمت مشيت. فبعد كده لقيته ملقح عليا بستوري عشان انا مشيت منه بطريقه كده. يعني انا كنت ماسك موبايلي وهو بيتكلم اصلا عشان هو حسيته بيقول كلام هري يعني. وبعت لواحد صاحبي قلت له خلعني ضروري اتصل بيا. ففتحت الساوند بتاع الموبايل، اتصل بيا مين اللي مات؟ وقعدت بقى اعمل دوشه كده. قلت له هات الشنطه معلش، هات الشنطه بسرعه. طبعا هو اكيد مش هيعدي موقف زي ده كده. قال لي تعالى خدها. رحت خدت الشنطه وما سلمتش عليه ومشيت. لقيته بقى ملقح عليها بستوري، هو الواد اللي جنبه متصورين هما الاثنين، بيقول له ايه ماشي يا عم ماشي، احنا ما عندناش كوميتمنت، عندنا ميتينجز، مستكين احنا هنا في الزون. هو يا عيني لسه عامل انستجرام من 3 شهور، خد كورس بيزنس انجلش، خد منه ليفل 1، قرر ان هو يستخدم كل المصطلحات اللي اتعلمها في الفتره دي في ستوري مدتها 15 ثانيه. انا قررت ان انا ما اردش عليه بجد، يعني حسيت ان التجاهل هو افضل حل لواحد زي ده، وان هو ما يستحقش مني اكتر من التجاهل. ولكن مش كل الناس تستحق التجاهل. يعني لما اكون انا بحبك وبقدرك وبعت لك مسج وانتي ما بترديش عليا، ده اسمه ايه؟ لا بجد انا عايز اعرف ده اسمه ايه؟ جسر؟ طب ربنا يسعدكم مع بعض. هو ضخم الولد برضو، بس انا مش قصدي على ده، انا قصدي على الفنانه هبه مجدي. يعني متخيل ان انا لو بعت لها قلت لها ان هي كراش طفولتي ممكن ما تردش عليا، ده هيزعلني قوي. بس برضه انا مقدرها، يعني هي غلبانه قوي، هي ممكن تكون ما تكونش فاهمه اصلا ايه الدي امز دي، او تكون متربه بقى حاسه انه ايه الحساب اتهكر او العده اللمس هنجت. النوع الثالث من الفيك كاريزما، الناس اللي بتستلم حد كده في قعده، يبقى الشخص ده مثلا شخصيته اضعف منه او اقل اجتماعيه منه او مش بيعرف يهزر زيه او غريب على الجروب ده او بيتكسف او انتروفيرت ايا كان، وهو يستلمه ويقعد بقى يهزر عليه، ممكن يقلل منه او يحلو ويروش عليه بغرض الهزار. يعني دي مشاكل نفسيه، يعني الشخص اللي بيعمل كده بجد عنده مشاكل نفسيه. وانا متفاهم يعني انت بتعمل كل ده عشان انت في نتايه ما في القعده انت هتموت وتوصلها في طريقك مش قادر خلاص. احب اقول لك ان خسرتها وخدها من واحد مفيش حرمه اديت له ريق. طبعا انا قلت حرمه وانتايه، مش الطف الفاظ في الدنيا. انت فاكر ان انت لو استخدمت الالفاظ دي وانت قاعد بتتكلم مع بنت تفتكرك بقى يا لهوي جريء مجنون بجد. في واحد عمل كده في كافيه، كان قاعد مع بنت وقال حاجه يعني، راحت البنت واكلاه بالقلم، وانا غلطان بس بصيت، انا ما ضحكتش ما تنحتش معاه، مجرد بصيت لقيت الولد ساب البنت وساب كل حاجه بتحصل، فضل مركز معايا وانا فضلت معاه لغايه ما بدات بقى خلاص. يعني انا بحاول افض الاي كونتاكت ده اكسره عشان ما اقومش اكسر الواد، راجل قوي. بدات اعمل رياكشن بتاع عادل امام،
حاجه عجيبه كده. بدات اعمل كده والواد برضو ثابت. البنت عايزاه يبص لها، عماله تعمل له كده. البنت غالبا كلته 30 قلم يعني ولا ادى اي رياكشن. اتوقع ان دول لو كملوا البنت دي يوم الفرح هتطلع هي مفتاح الشقه، تفتح وتروح شايلاه وداخله الشقه وقافله الباب. لو رزقوا بطفل يعني وهي بتولد هيبقى هو واقف بره عمال يصوت جامد قوي، وهي عماله من جوه تقول له بس نظم نفسك، نظم يلا معلش مع الدكاتره مع الدكاتره نظم نفسك. الواد ما عملش حاجه في الاخر، فضل باصص لي وراح قايم خدها ومشي، او يعني هي خدته ومشي. توصله يعني ما ينفعش تسيبه في الشارع، البلد بقت مليانه كونتنت كرييتورز. والواد كان ليه شكل كده يعني شبه اي فيك كاريزما. يعني هو كان لابس قميص قافله بكم طبعا اسود، مش الواد القميص بس، والواد برضو كان اسود يعني. ساعه ميتال ضخمه قوي يعني، هي كبيره عليه، جزمه بانس، بنطلون سكيني، جل في شعره، عنده العرق اللي هو بتاع التوتر ده، بتاع الديتس ده، العرق اللي هنا ده. وانا اصلا كنت متخوف وانا بكتب الموقف ده لسببين. اولهم للشخص ده يشوف الفيديو ويعني برضه هو ممكن يأذيني، بس صح يعني انا ما قلتش المكان اللي انا كنت قاعد فيه. انا كنت قاعد في سيركل كي اللي في ميدان الحجاز في مصر الجديده، عشان برضه لو حب يعمل حاجه. ما حدش يسالني ليه كنت قاعد في سيركل كي، يعني كان ايام دروس ثانويه عامه كنت بقعد استنى فيه، بس هو مكان سيء جدا يعني. وتاني سبب اني ابان اني بحكي موقف بطولي زي كده الشباب اللي هو مثلا يقعد يحكي لك موقف انه اتخانق. اقول لك على حاجه، يحكي لك ان هو ما اتخانقش، فهيحكيها ازاي؟ هو مش هيقول لك انا ما اتخانقتش. هو اصلا الشخص اللي هو بيحكي عنه ما داسلوش على طرف، يعني هو شاف 6 شباب ماشيين في حالهم، قرر يحكي لك هو ليه ما اتخانقش معاهم، عشان هم ما ضايقوه؟ لا مش ده السبب. السبب الحقيقي انه انا قلت هعمل واسوي، ولسه بقى لقيت ال6 جايين بفك الحزام، هم ال6 جايين عادي ماشيين في حالهم، بفك الحزام وهبدا، بس قلت بقى انا معايا العربيه وبرضه ربك قال ان قدرت تعفي. قدرت تعفي؟ هيدعكوك، هيقتلوك ضرب دول 6. هو اصلا بيحكي سيناريو خناقه حصلت معاه من 12 سنه مثلا، ولحد النهارده بيصحى مدمع وما بيعرفش ينام من الكوابيس بسببها. اتضرب جامد، اتدعك. وايه الفكره؟ ان يعني ما حدش غلط فيك، ولا انت انسكيور من قدراتك فبتحاول كل شويه تثبت العكس؟ او برضه السيء جدا اللي هو بيجي وسط الكلام كده، وسط الموقف وانتوا بتتكلموا، هو دخل تالت علاج طبيعي، هو يمسك كتفك بقى يقعد يفعص فيه، يخبط فيه، او يسلم عليك كده يشد. انا عندي في حد اعرفه بيسلم بيشد كده عشان يبقى صدره مفرود، والشخص اللي بيسلم عليه هو اللي موطي عليه، فبيسلم وهو صدره كده وبيشد الشخص. مش كان انا بصغر دماغي معاه، فهو بيشد وانا اشد، بنقعد نشد لحد ما حد فينا يتصاب او النهار يطلع. او خالك اللي هو بيجي يسلم عليك يقعد يفعص في ايدك. او مثلا كرم جابر، انتوا ما فيش بينكم العشاء من واقفين فجاه بتتكلموا يروح وسط الهزار والضحك يروح شايله، او يبقى مزيف بقى ومبالغ في رياكشناته ويقعد يضحك بافواره بقى ايه ده؟ حاجه مقززه. بس هو كل دي مشاهد في دماغه يعني، ودراما ما هو بيحاول يخلقها لنفسه في دماغه. بس خلينا نتكلم جد، هل في حاجه فعلا حاولت اتكلم جد ما عرفتش. هل انت فعلا ده معيارك ومرجعيتك لان قد ايه شخصيتك قويه؟ يعني انت فاكر انك انت لازم تبقى ليك هيبه معينه في المكان، او ليك اورا معينه، انك انت بتدخل قاعده مثلا هي كل الشباب دي بتحترمك بزياده عشان انت قوي، عشان انت بس سلمت عليهم نشفت ايدك، او عشان انت لابس بالطو او جاكيت جلد، فهو حس انك انت راجل دوميننت وراجل يحترم وما ينفعش يلعب معاه او ما ينفعش يهزر معاه. لا عادي، انت لو بصيت على اكتر ناس مهيمنه وقويه ومسيطره وناس فعلا يعني انت تخاف بجد تهزر معاهم، هتلاقيهم بيهزروا عادي. الشخص الواثق في نفسه بجد والمرتاح جوه نفسه ما بيقعدش يفكر في الحاجات دي. يعني اصلا فكره الهيبه والحاجه اللي انت عايز توصل لها ان محدش يدوس لك على طرف او كده، دي ما بتجيش بالطريقه دي. انت لو بتحترم نفسك وبتحترم حدودك وبتحترم الناس هتتبادل باحترام، ولو ما تمش تبادل الاحترام ده فانت اصلا وسط ناس غلط مش المفروض تبقى وسطهم. او مثلا برضو اللي عايز الناس تحبه بالعافيه، فاكر الناس هتحبه او هتنبهر بيه لما يكون هو بيمشي ببادي لانجوج معين، عشان البادي لانجوج ده مبين ان هو واثق، او بيتكلم بتون صوت معين، يعني يوطي تون صوته كده ويتكلم ديب كده، ويبقى هو فاكر ان هو كده رجولي اكتر او بيتاخد بجد اكتر. والحقيقه انه لا، برضه انت الناس بتحبك عشان انت بتحبهم وعشان انت بتحب نفسك. انت لو بتحب نفسك بجد وواثق في نفسك ومتصالح مع نفسك، يعني انا مش عايز ابقى بقول كلام تنميه بشريه، بس انا بجد بحاول اقول حاجه مفيده. انت بجد اشتغل على صورتك في عيون نفسك. انت لو شايف نفسك كويس هتلاقي كل الناس شايفاك كويس. انت لو بتحترم نفسك وبتحترم الناس هتلاقي الناس بتحترمك. انت لو بتحب نفسك وبتحب الناس هتلاقي الناس بتحبك. فكره ان حد ليه طله معينه دي بتيجي من ان الشخص ده مبهر او ملفت بشكل ما. يعني حد مثلا ناجح قوي، شكله كويس قوي، او جسمه كويس قوي، او لبسه كويس قوي، او حد مؤدب جدا حتى، او حد مبهج جدا، حد دمه خفيف كده، حد تشارمنج انت تحب تقعد معاه. مفيش كتالوج معين هيخليك تبقى راجل بتحترم. لو انت مكمل لحد هنا اعمل لايك، سبسكرايب، شير مع صحابك الحلقه لو عجبتك، لان انا لسه ببتدي. الحاجات دي بتفرق قوي 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 دلوقتي. خليك حلو يعني، خليك شواف كده كده، مش بفلوس يعني. شكرا، بحبك.
كلام منطقي